مساء الخير. ازيك؟ اهلا سليم، وسهلا. عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ابو سليم؟ ايه الاخبار؟ كله ايه حلو ده انتوا الحمد عندكم لله. سليم؟ انا عندي سليم انا كمان. اه لا لا استاذ حسام أنا كان لينا تجربه مع بعض يعني كده والحمد لله. مولد المدام؟ اه ايه ده بجد؟ مولدة؟ لا 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 مدام إيه؟ مدام لا مدام أميرة. وانا ما عنديش سليم. آه، ودي فيهم علاقه ببعض. مدام أميرة مرات أستاذ حسام، ومتجوزين بقالهم 10 سنين. فأنا عندكم طفل، أصل أنا ابني اسمه سليم. لا لا انا عندي ادهم واكمل. ادهم ما شاء واكمل، الله. انا ما عنديش اه سليم. لا يبقى اكيد في سوء سوء تفاهم. تفاهم اكيد او تشابه اسماء أو جاي. أصل هو مولدني جايز. مرتين، اه. فأول ما شفته افتكرت أوضة العمليات طيب بصراحة. انا هسيبك بقى علشان لو أيوة. الاستاذ حب يرجع تاني. أوكي، ماشي، يلا شكرا بينا. شكرا. افتكرتك عند نفس المشرط. لا 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 أصل أنا قلت ده إيه الصدف دي؟ يعني عندك سليم ووالدين عند نفس الدكتور؟ انا عندي ادهم واكمل. ما شاء الله. أنا عندي ياسين وسليم. ما شاء الله. لا انا كنت عاوز اسمي سليم كان بس- هيسمي ادهم سليم، بس ما هو شاء سبحان الله. الله يعني بس هو بقى ادهم. اسمه جاي كل يعني. طفل بينزل معاه اسمه. آه. مهما اخترنا. يعني بنبقى مختارين حاجات وبيجي الاسم كده فجأة. هو كان ادم وكان مروان وكان سليم. وكان ادم كان وفي حاجات الآخر كتير وكان قوي. وكان متسجل ادم، بس غيرته في التسجيل الرسمي شهادة الميلاد. ادهم. ما شاء الله. بس. بس هو ادهم حلو ما شاء الله. أدهم هيكبر يعني حلو. هيبقى اسم وقور كمان. اجي لك. اوكي ثانية عن اذنك ثانية. اتفضل. تفتكر انا شكلي مألوف قوي كده؟ يا حبيبي انت من نوع المألوف. الناس كتير بتعرفني. طبعا انت من المشاهير. طب انت من الحمد الاحرار لله. يا علي. اه غريبة. حسام أول مرة أشوفه. مش عادي بتحصل. الحمد فيلم لله. حسن ومرقص. يا عم انا حسن يا عم. أنا حسن. طيب انا ماشي. حسن يا عم. بس الدكتور لطيف والله ما شاء الله عليه. عسول. شكله دكتور بروفيشنال بيحفظ الكائنات. لا علينا. ايه يا فندم؟ بالليل تيجي دايما. معانا بس عشان المايك بتاع حضرتك قاطع نظبطه. اوكي. انت مدرسة ايه؟ أليس. اه ده احنا هنقعد مع بعض كتير بعد الحلقة. يلا بينا. ما عنديش مشكلة. هو انت مش تعرفيش الدكتور فؤاد؟ لا بجد؟ ما اعرفش. اصل انا قابلته في الكنترول وهما بيظبطوا المايك، بس هو قال لي انه يعرف استاذ حسام. ممكن يكون حد شبهه. فمش عارفه يخلق مش شبه 40. وارد. احنا كلنا اصل بقينا شبه بعض اه. دلوقتي، مش عارفه في ايه. المصريين كلهم بحثوا كلنا على بقى بعض. شبه بعض. بس هو دكتور شاطر جدا يعني. بتولدي وتقومي تجري على طول. لا والله ما شاء انا الله. ارتحت معاه قوي. ما بفكرش احمل تاني اكيد. ولا انا. هو بعد طفل أكيد، تاني خلاص نفسك أكيد. بتصدق. اكيد خلاص يعني الحمد لله أصل ربنا يبارك ممكن في اللي يقولك عايز معانا. سليم في يوم من الايام تعمل. لا ما يروح هاته من حد تاني. انا خلاص. ضايعه القضيه مش قوي. مشكلة ضايعه خالص. القضيه قوي. لا 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 اصل انت مش متخيله يعني انت اكيد مجربه تربية الصبيان عاملين. صعبة. لا 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 مجرباها لا طبعا. لا خلاص شكرا. بتتوبك. والله العظيم خلاص شكرا. آه. يعني كذا حد يقول لي ايه يلا بنوته بقى. مش عايز. بنوتة ايه مش خلاص عايز. هم هيكبروا. وافرضوا لبست في ولد تالت. بنفس تفكيري. نفرض جه ولد تالت اعمل هعمل ايه؟ ايوه مش هينفع ابلعه تاني. مش خلاص عارفة. الموضوع منتهي. شايفه اغيره. حد هيقعد لي بيه. لا هم يكبروا بقى يجيبوا لي بنات. انا بقول بالظبط. كده هم يكبروا يتجوزوا يجيبوا لي البنات. مش عايزه بنات. انا اصلا يعني انا ما بحبش تربيه البنات. معقوله؟ يعني انا من زمان حتى من قبل ما اتجوز اصلا كان نفسي اجيب ولد. ما شاء الله. ولما جبت ادهم قالوا لي يلا بقى ربنا يرزقك ببنوته. قلت لهم يعني هو طبعا كل يجيبوا ربنا كويس. طبعا. بس لا انا عايزه ولد تاني. ما شاء الله. انت بتحبي تربيه صبيان؟ يعني انا واخده طبع بابا الله يرحمه في ان هو جامد شويه. فحاسه ان انا لو جبت بنت مش هترتاح مش هنرتاح مع بعض. مش هتتوافق. مش هنرتاح. لكن الصبيان بنتعامل. لا الصبيان عايزين معامله ميري خالص. فاللي هو يعني فانا شديده شويه في المعامله وفي التربيه.
فالبنت لا هو ما الولادة كانتش عايزة شيء. استحملتني. كانوا راجعيني تاني انا ايه اللي جابني؟ انا جيت لك ليه يا ست انت؟ انا ليه كده قلت لها سبحان الله، هو ربنا بيدي كل بني ادم على قد على قد طاقته. ما بيقدر طبعاً، هيستحمل طبعاً. وهيقدر يعمل. طبعا. فالحمد لا هو لله. الدكتور اول ما شفته قلت له انا افتكرت اوضه العمليات اول ما شفتك حالا. الموضوع يعني عدى عليه 3 سنين اخر مره، بس انا فاكراه. لا دي علقه ما صعبة، تنساهاش صعبة خالص. جداً. تفتكري بقى كل حاجه ذكرياتك المؤلمه كلها. كلها كلها. بس دكتور عنده زهايمر اصلا، يعني اللي هو يفتكر استاذ حسام. طب وانا لا ليه؟ مش عارفه. وانا بس احنا برضه لما بنولد بيبقى شكلنا غريب. صعب. بيبقى شكلنا غريب ما بنتعرفش. يعني انا عايزه اقول لك في الولاده الثانيه دي انا كنت داخله بعيط ومصحصحه وحالتي انا عارفه مش العلقه اللي قادره. داخله عليها. والدكتور اللي والدني قال لي انت نفسك راح ورجع تاني، انت اتبهدلت يعني. فهو حملي التاني ده كان متعب جدا. احنا جيل مش تمام، جيل خير مش على رأي متأسس. جدتي. ايوه زي جدتنا بتقول زمان. انتوا جيل مش متاسس. ماما تقول لي كده، تقول لي يا بنتي لا انتوا جيل احنا كنا في سنكم بنهد الدنيا. انتوا ويولدوا ويقوموا. لا احنا ما ده انا برجع من الشغل ببقى خلاص خلاص مفيصه، بس عندي بقى تمارين وعندي مذاكره وعندي اكل وعندي كلنا نفس الرجل. لا كلنا هذا الرجل. عارفاه. ده انا ما اعرفش ان انا كنت عملت مشكله يعني عرفتك. انا ما اعرفش ان انا ما اعرفهاش. انا شفتها معاك. دخلوا الاستوديوهات على بعض. تصوير اخر الليل ده بيبقى كله تاني. الناس كلها بتبقى مهيسه. طيب خش انت بقى عشان طيب انا كده طب ماشي. المايكات يا جماعه. انتوا في ايه؟ نمتوا ولا ايه؟ حسام بقى يا جماعه، حسام بقى يا جماعه. ظبطوا للضيف المايك اكتر ما بيظبطوا للمذيع. طب تمام، بس انتوا كنتوا فاتحين يا استاذ احمد المايكات هنا وسماعه عندنا. كنا سامعينكم. لا كنا سامعينكم والله. كنا سامعين. لا مع دكتور فؤاد، مع استاذ حسام كان بيتكلم. والله قوموني قعدوني كتير قوي. معلش. ليه ما تخانقوش؟ يلعبوا مع بعض. كده يدخلوا يتخانقوا مع بعض. يلعبوا مع بعض يا ولاد، يلعبوا مع بعض. واضح ان في مشكله في هندسه الصوت. دخلوش ضيوف بس ما نعرفهمش في الاستوديو. احنا اسفين جدا جدا. لا تمام. ايه معلش، بس انتوا صوتكم كان طالع من الكنترول روم، فانا لازم كنا انت ودكتور فؤاد كنا فؤاد. سامعين صوتكم. فؤاد مين؟ انت ايه جالك زهايمر ولا ايه؟ دكتور إيه؟ فؤاد يا حبيبي دكتور دكتور إيه؟ فؤاد. دكتور فؤاد جوه اللي كانوا مين من بعض دكتور؟ جوه. ما احنا كنا سامعين صوتكم في المايك هنا. الدكتور اللي جه يسلم على حضرتك دوت؟ ايوه ده اسمه دكتور فؤاد؟ ايوه يا بابا. هو مأكد لي انه يعرف حضرتك. مش حضرتك اسمك استاذ حسام؟ ممكن يكون تشابه في الاسامي. ما هو صوتك كان طالع من المايك. وانا قلت له ايه؟ لا وانا مش عارفه، ما ركزتش. انا قلت له حاجه؟ كان صوتك وصوته طالعين من المايك. حتى هم انتوا كنتوا واقفين في الكنترول روم، كنتوا بتظبط المايك بتاعك فما كانش مقفول، فكان صوتك طالع هنا. حتى انا اول مره اشوفه. معقوله؟ اول مره أنا مش اشوفه. عارفه، بس هو دلوقتي حتى بيظبط لي. انا بقول لهم اقفلوا بقى المايك عشان الصوت ما يدخلش علينا. قال لي ان هو يعرفك جدا، ان انتوا يعني اصلا هو انت يمكن والد المدام الثانيه. جايز. يمكن. مش عارفه بجد. هو سالني كده. حتى انا لما بقول له دكتور يعني بعد اذنك استنى بره لما اخلص هسلم عليك عشان انت الفقره الاخيره. فقال لي انا اسف بس انا شكلي عملت مشكله او شكلي عملت حاجه. لا خالص. لا انا حتى انا مندهش حتى انه يعرف اسمي. بس احنا ما تقابلناش، ما اعرفش. مش عارفه. هو ده بيقول لي يعني هو كلاينت عندي، بس انا حسيت اني عملت مشكله فانا اسف. لان انا داخله يعني مش حاجه بايله كده. بقول له دكتور بعد اذنك استنى يعني بره استوديو عشان نخلص الحلقه، احنا متاخرين فما تدخلش تاني. فانا اسف انا شكلي عملت مشكله او حاجه، بس هو كلاينت عندي وانا بكلمه عادي. ما اعرفش ان هو ليه قال ما اعرفوش. احنا لسه واقفين مع بعض.
لا بس هو يمكن تشابه مش عارفة. تشابه جايز شبه يكون اسماء يخلق من شبه 40. آه. طب يلا بينا، يلا ممكن انا اكون شبه ناس كتير ولا حاجه. ورجعنا لكم تاني من الفاصل وبرنامج فري تايم وألذ كابل. ألذ كابل بجد. شكرا. قولوا لي بقى الثقة بين الزوجين، يعني الثقة دي دايما بيقولوا ان هي صعبة تتبني سهل تتهد، فانتوا شايفينها ازاي؟ يعني استاذ حسام، شايف الثقة دي حاجة غالية قوي ولا انت تاخد الريسك فيها شوية ولا ايه؟ يعني ايه قيمة الثقة ما بينك وما بين مدام أميرة؟ اقول لحضرتك حاجه صغيره، انه بدايه الثقه ان الانسان اولا يثق في نفسه، مم. هيعرف يثق في الاخر. ولما تبداي تختاري ويبقى اختيارك اقرب ليك لاحتياجاتك واختيارك اقرب لمتطلباتك، فلازم تثقي. اه. فلما تثقي ما ينفعش تشكي. طب لو اتوثق فيك ينفع ان انت تخون الثقة دي؟ لا صعب طبعا. استاذ حسام، بما انك ذكرت المجتمع الذكوري وذكرته قوي، انت مع تعدد الزوجات بما ان ده السائد في المجتمع الذكوري؟ مش المجتمع الذكوري، هو المجتمع العربي والذكوري طبيعي. بالاخص، يعني في طبيعي. راجل ما هو ده طبيعي، تعدد الزوجات منطقي وطبيعي وفطري وديني وكل الاشياء، يعني كل الحاجات ديت بتقول انه زوج وزوجه، ممكن يكون في زوجه تانية، ممكن يكون في زوجه ثالثه، ممكن معقولة؟ يكون في زوجه رابعه، الانسان ممكن بس لو يقدر، لو ينفع. الانسان ممكن يوزع مشاعره على 2 و3 و4 حتى لو ده مع الدين. انا طبعا لا جدال في الدين، بس هل المشاعر بتتوزع بتقسم؟ يعني المشاعر زي التورته؟ قلب الراجل فيه 4 حجرات، تصدقي؟ 4 حجرات؟ رايك ايه يا مدام أميرة؟ بصي حضرتك، هو انا بالنسبه لي لا انا رايي معارض ليه تماما. انا مش مع ده خالص، لان هو ربنا قال ايه؟ مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده ولن تعدلوا. فهو اكيد لو الراجل اتجوز اكتر من واحده، كفه قلبه هتميل لحد اكتر من التاني. تمام؟ فانا لا، مش مع التعدد خالص. لو انت شايف ان الزوجه مش مكفياك، خلاص ننفصل بهدوء وروح شوف حد تاني هو ممكن يعني يملأ الفراغ ده. تنفصلي بعد الشر، لكن ما تستقبليش بزوجة انا تاني. يعني انا كشخصيه أميرة، انا ما اعرفش اعيش وحد تاني مشاركني في جوزي. لو يعني مدام أميرة حاجه ذو قيمه عندك في حياتك، مش كده؟ ممكن تاخد الريسك في علاقتك بيها؟ ان هي قالت دلوقتي لو اكتشفت او عرفت او انت طلبت انك تتجوز، هي هتنفصل او هتسيبك، فهل انت ممكن تعمل ده وتاخد الريسك في علاقتك بيها؟ لا، طول ما الزوجه متهيألي قادره تحقق التوازن المطلوب في بيتها وعلاقتها بزوجها، فهي دايما بتبقى جديره بيه. مش حاساك يا استاذ حسام. هنطلع فاصل ونشوف كده استاذ حسام طيب ولا لا. انا متحيز للمراه، بس هو خلينا نتحيز لها قوي. فاصل وارجع لكم تاني. انا بص، انا متحيزه للست بزياده دلوقتي. بصراحه ضدك. ليه بس؟ مش ما هو المجتمع الذكوري ده اللي فيه تعدد زوجات بقى موجود، وانا عمري ما اقول ان هي تستحق ان انا اعدد عليها. ان في حد عايز يحرك بره. ايه خير؟ مش عارفه والله. هو انا وقفت فاصل عشان كده. في حد جاي لي المدينه، مش عارفه. روحي يا عبير اشوف مين في ايه بره. انتي فعلا بجد